تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببوخانيفيس التابعة للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بسيدي بلعباس من توقيف امرأة تبلغ من العمر 57 سنة بتهمة ممارسة طقوس السحر والشعوذة. تعود حكاية القضية إلى معلومات واردة إلى مقر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببوخانيفيس بتاريخ 9 أكتوبر 2025. مفادها تواجد امرأة تقوم بممارسة طقوس السحر والشعوذة بمسكنها العائلي الكائن بإقليم بلدية بوخانيفيس. على إثرها تم تنشيط عنصر الاستعلام وتكثيف التحري حول الأمر، وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية تم تشكيل دورية والتنقل إلى عين المكان، أين تم مداهمة المسكن ليتم العثور على مجموعة من المستلزمات في طقوس السحر، من قصاصات على شكل أحراز بها جداول الشعوذة، طلاسم داخل مصحف، أعشاب مخلوطة، حيوانات ميتة وأجزاء من الحيوانات الأخرى، قفل يدوي بمفتاح، مشروبات كحولية. على الفور تم توقيف المشتبه فيها واقتيادها إلى مقر الفرقة للتحقيق معها. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق المشتبه فيها مع تقديمها أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة ابن باديس.